بسم الله. هنبدأ أول فكرة. النهاردة الأفكار كلها في منتهى الجمال وبسيطة وسهلة ومفيدة جدا ليكي في البيت. أول فكرة هنعملها من علبة السمنة دي، العلبة اللي هي المقاس الكبير، العلبة ال2 كيلو. ممكن تنفذي الفكرة على أي علبة صفيح تكون اسطوانية كده بالشكل ده، حتى لو علبة صلصة هتمشي بنفس الخطوات. أنا ثبت القماشة اللي هعملها كفر من جوه على الحرف بس، وهقفل الجناب على بعضها، يعني مش مثبتة القماشة على جسم العلبة، لا على الحرف بس. بعد ما هثبتها واقفل الجناب هبتدي اقلبها لجوه كده، ودي قطعة كرتون مدورة على قد القاعدة من جوه. باخد مقاس القاعدة من بره وهبقى اقلل كده حوالي 2 ملي علشان تدخل جوه مظبوطة، وهغلفها بنفس القماشة وهبتدي اثبتها من جوه بالشكل ده كده. غلفتها من جوه بشكل كويس. كمان الحرف اللي هو بيعور على اول الحافة من فوق كده من جوه خلاص كده اتغطى بالقماش وبقيت امان في الاستخدام جدا. وجبت قطعة القماش اللي هعملها كفر من بره. نستخدم اي قطعة قماش يكون لونها كويس كده، من ملابس قديمة، من مفروشات قديمة زي ما انا بستخدمها كده. دي من مفروشات قديمة عندي. هبتدي اغلفها برضو على الحرف. هنا توفير للشمع، يعني مش لازم نحط على كل جسم العلبة. انا ثبتها بقى كده على الحرف، وبعد كده هثبت الجنبين على بعض، وهثبت البواقي كلها على القاعدة كده ثبتت عليها كويس جدا. هحط الشمع على القاعدة وهغلف القاعدة كلها بالقماش، وهبتدي اشيل اي زيادة بالمقص كده. الفينش معايا طالع مظبوط جدا، وترتيب الخطوات مهم قوي علشان تطلعي بنفس النتيجة الحلوة دي. هثبت اليد بتاعتها. انا استخدمت شريط الخيش، ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الخيوط الخيش التخينة او الشرايط اللي زي كده. ثبته الاول وبعد كده هثبت فوقيه شريط التزيين. استخدمت الشريط ده، شريط حلو قوي. ممكن تستخدمي كمان الكلفة او اي شريط موجود متاح عندك، حتى لو شريط واخداه من ملابس قديمة هينفع برضو معاكي. وثبت شريط الستان ده على القاعدة من تحت، اداها منظر حلو قوي. وبس كده. حطيت كمان الفيونكة الخيش دي. النتيجة اكتر من رائعة. ثبت حلو جدا، منظم حلو جدا. ممكن تستخدميه في اي مكان في البيت، ممكن تعلقيه في المطبخ، تستخدمي فيه اي ادوات من ادوات المطبخ، بيبقى شكله حلو قوي ومش مكلف خالص. او ممكن يستخدم لاي اغراض في البيت في اي مكان، هو هينفع معاكي في اي مكان. الفكرة التانية حلوة قوي، هنستخدم فيها قارورة الماء البلاستيك. اخدت الجزء ده من القارورة، هستخدم الجزء اللي تحت. ودي شنطة المشتريات القماش. هشيل اليد بس كده، الجزء بتاع اليد، عشان يبقى عندي زي كيس كده. هدخله في الازازة من جوه، وبعد كده هتني كل الزيادة لبره، يعني هطلع اي زيادة لبره. ده هيحمي معايا الازازة ان انا هستخدم عليها الشمع عادي، وهيديني غلاف سريع جدا. غلفناها من جوه بشكل سريع جدا. ده جزء من تيشيرت قديم هغلف بيه الجزء ده من بره كله. هنا انا بستخدم الشمع اهو على الشنطة، يعني مش طايل الازازة فمش هيسيح معايا الازازة خالص. وهثبت الزيادات كلها على القاعدة من بره، وهحط شمع برضو حوالين القاعدة، وهحط قطعة القماشة دي عليها. هنشيل الزيادة بالمقص كلها، ويبقى كده غلفناها من جوه ومن بره بشكل كويس جدا ومرتب. هنا بقى الجزء اللي انا شلته من يد الشنطة هاخد منه 4 قطع على شكل مربع او مستطيل، وهستخدم الحزام الجلد ده. احنا هنستخدم اي حزام جلد، حتى لو حزام شنطة قديم استخدميه. وهثبته كيد، هثبت كل طرف عليه، وهثبت القطع اللي انا قطعتها من الشنطة، هتديله شكل حلو وهتثبته قوي معايا. هنا هيثبت حلو جدا، وهيديني شكل كمان المنظمات او الحاجات الجاهزة اللي احنا بنجيبها. ودي قطعة مستطيلة تاني هثبت عليها شمع، وهلزقها على النص بالشكل ده، على نص العلبة. واحط كمان قطعة الجلد دي، ونكتب بقى عليها كلمة هوم. ممكن تكتبي اي كلمة انتي حباها، هتديكي منظر الحاجات الجاهزة بالظبط. شكله تحفة جدا وعملي، شكله رائع بصراحة. ممكن تستخدميها للمشابك، لشرابات الأولاد، للكاليك بتاعة الشتاء، ممكن كمان لتوك البنات عندك. يعني هيبقى حلو قوي، شكله تحفة جدا، وبجد مساحته حلوة من جوه، وما كلفناش برضو غير حاجات بسيطة قوي. الفكرة التالتة معايا
هنستخدم فيها تيشيرت شتوي قديم زي ما احنا شايفين كده. الاساور بتاعه الكمام كانت عندي مقطوعه، والجزء بتاع السوسته متبهدل، وكمان كان فيه زي حرق كده من ورا من فوق تحت الزنط، فما بقاش يصلح للاستخدام ولا حتى يعني ينفع نديه لحد. فانا هستفيد بالجزء اللي تحت ده منه، يعني هنعمل منه فكرتين حلوين جدا. اول فكره اهي هنعمل منه الجزء ده كده. بعد ما قصيت تحت الاكمام هقفل الجزء ده كله بالابره والخيط، يعني مش هياخد معايا دقيقتين بالظبط. هي رايح جاي كده بالابره، يعني على طريقه السراجه وبس كده. قفلنا الجزء اللي فوق ده كله. هنيجي بقى من ناحيه القمر بتاع التيشيرت. انا قصيت شرايط من التيشيرت اللي انا كنت استخدمته في الفكره اللي فاتت، قصيت شرايط قماش كده منه 6 شرايط قد بعض، وهبدا اثبتها في القمر. احنا مثبتينها على القمر والتيشيرت مقلوب، خلي بالكم، او القمر مقلوب، يعني هنثبتها في القمر من جوه في الجزء ده كده. دي الاماكن اللي احنا هنثبته فيها. بصوا بقى بساطة الفكرة وجمالها. كيس للمخدة الصغيرة شكله رائع جدا، ينفع قوي قوي لأوضة الأولاد، وطبعا بيتقفل بطريقة سهلة جدا. بنربط الأربطة اللي احنا عاملينها دي، بيبقى محكم جدا جدا على المخدة، ومهما بقى تشيلي وتحطي فيه بيبقى متين ومقفول كويس، واستحالة يطلع من المخدة غير لما تحاولي تطلعيه بنفسك. شايفين الشكل كمان تحفة جدا، والرسمة اللي على التيشيرت اديته منظر تحفة قوي. ممكن تستخدميه بقى لأوضة الأولاد، بيبقى رائع. بصوا الشكل حلو ازاي. الفكرة الرابعة هنعملها من بقية التيشيرت اللي استخدمناه. هاخد الأكمام بالشكل ده، وهفتح الأكمام، هنفتحها من الخياطة اللي جوه دي كده، بحيث يبقى معايا قطعتين كبار كده. هثبت القطعتين على بعض، الوش قصاد الوش، وهشيل الزيادة دي كده بالمقص، اللي هو الجزء بتاع الكتف ده اللي هو مش مظبوط عندي اهو. جزء عامل زي الكيس اهو. هنقفل الجنبين، وهجيب الجردل، وهنجهز قطعة كرتون مقاس القاعدة بتاعة الجردل من جوه، وهبتدي اغلف الجردل بقطعة قماش، اي قطعة قماش موجودة عندك من بواقي القماش او من الملابس القديمة زي ما قلنا. هثبتها هنا على الحرف اللي فوق خالص ده بس. هنا برضو انا هعمل الكفر الداخلي بنفس الطريقة. اللي متابعني عارف نفس الطريقة اللي انا بغلف بيها، طريقة سهلة جدا، والترتيب بتاع الخطوات مهم قوي. هقفل الجنبين، هنقفل الجنبين كويس للاخر، وهنقلب كل القماشة دي، هنطلعها من الجردل. طبعا هي كده متثبتة على الحرف بس. هنقلبها لجوه واحدة واحدة بالراحة، علشان انا يعني حطاها مقاس الجردل بالظبط. فنقلب بالراحة كده وندخلها لجوه. قطعة الكرتون اللي كنا مجهزينها هنغلفها بالقماش وهنثبتها هنا. هحط كمية شمع حلوة كده على القاعدة عشان تثبت معايا قطعة الكرتون، وهثبتها في الجردل من جوه، ونبقى كده غلفناه من جوه. اداني منظر حلو قوي. الاكمام اللي احنا خيطناها في بعض او لزقناها في بعض بقت عامله زي الكيس كده مفتوح من ناحيتين. هنبدا ندخل فيها الجردل، هنشد كده على الاحرف، وهنتني الاحرف حته حته. انا بتني الحرف لجوه اهو عشان يديني شكل حلو وكانه متقفل كده بشكل كويس. وهثبت على الحافه من فوق خالص. شايفين بنتني حته حته ونثبت بالشمع. دي طريقه حلوه قوي للتغليف من فوق، عشان مش هنحط له شرايط تزيين ولا حاجه. انا محتاجه ان شكله يبقى كويس. طبعا الفكره دي تنفع من اي تيشيرت بقى، قطيفه او صوف او فرو زي اللي انا استخدمته ده، تبقى حاجه من الحاجات القديمه اللي عندك كده. وهثبت الزيادات كلها على القاعده من فوق. طبعا في جزء كده انا كنت غلفت القاعده بقى من بره، بس انا اكتشفت ان الموبايل ما كانش بيصوره، فانا غلفت القاعده من بره زي الطريقه اللي غلفنا بيها القطعتين او الفكرتين اللي فاتوا. وهنا استخدمت الزونت او الكابيشو بتاع التيشيرت. حطيت فيه قطعه القماش دي على الجزء اللي فوق خالص، ولفيت عليها الخيط علشان تعمل لي الكوره اللي فيه من فوق دي. وهبدا اشده على غطاء الجردل على الاحرف فقط. يعني هنشده شد كده، مش لازم كمان يبقى مشدود قوي، هو هيديني شكل حلو قوي زي شكل الايس كاب كده. يعني ممكن يبقى عادي القماشه كده فيها زياده شويه لجوه، بيبقى شكلها جميل جدا.
وهشيل كل الزيادات من على الحرف لان انا كنت مثبته على الحرف بالظبط. هنشيل كل الزياده بالمقص كده، مش هينسل معايا خالص لان الشمع بيوقف ان القماش ينسل او اي حاجه. وهنا بقى هغلف الغطا من جوه بقطعه القماش دي اللي انا غلفته بيها من جوه، وبرضو هثبتها على الحرف وهقص بالمقص بالظبط. نحاول نلزق الحرفين على بعض كده عشان يديني شكل في النهايه حلو. وكده الفكره بتاعتي خلصت. الفكره دي تحفه بجد، شكلها اصلا روعه. اهي القاعده يا جماعه من بره اللي انا غلفتها، قلت لكم الجزء اللي ما كانش اتصور اهو متغلفه وزي الفل. استخدمت كمان القلب الجميل ده، بيتباع في محلات التطريز والخياطه، ادوات التطريز والخياطه. ثبته على الجردل من بره. بصوا بقى الشكل، يعني شكل في منتهى الجمال. فكرة بجد مفيدة جدا. ده بقى تستخدميه للعب الأطفال، تستخدميه لهدوم الأطفال اللي هي الآيس كابات وكوفيات الشتاء بتاعت أولادك أو حتى بتاعتك انتي. ممكن تستخدميه كمان في الدولاب، شكله يعني تحفة جدا. ممكن ينفع في الليفينج أو في أوضة الأولاد أو في أوضتك أو في الدولاب.